دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش إلى فتح ممرات إنسانية في إقليم تيغراي الإثيوبي من أجل إيصال المساعدات للسكان العالقين هناك جراء الصراع. وقال غوتيريتش في تصريحات صحفية إن السلطات الإثيوبية لم توافق حتى الآن على أي شكل من أشكال الوساطة الخارجية، مؤكدا استعداد المنظمة لدعم أي مبادرة تصدر عن الاتحاد الإفريقي في هذا الصدد. قالت الحكومة الإثيوبية إن قواتها استعادت السيطرة على بلدتي أكسوم وأدوى من مسلحي جبهة تحرير تيغراي، وتتقدم صوب بلدة أديغرات على بعد 116 كيلومتر من مكيلي عاصمة الإقليم. وأكدت في بيان لها أن الكثير من مسلحي الجبهة سلموا أنفسهم لقوات الجيش. قال مسؤول بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن وكالات المنظمة الدولية تتهيأ لاحتمال وصول 200 ألف لاجئ إلى السودان خلال 6 أشهر فرارا من العنف الدائر في إثيوبيا. وكشف المسؤول عن أن المنظمة الأممية في جنيف تقوم حاليا بالتنسيق مع الوكالات الخاصة بالإغاثة لاستيعاب هذا العدد من اللاجئين. دعت وكالة إغاثة تابعة للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في إثيوبيا. وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة في جنيف إن وقف إطلاق النار من شأنه أن يمهد لفتح ممرات إنسانية تتيح الوصول إلى المدنيين بعد أسبوعين من القتال. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن النزاع في منطقة تيغراي الإثيوبية جعل 2,300,000 ألف طفل بحاجة ماسة للمساعدة، وآلافا آخرين في خطر في مخيمات اللاجئين. وأوضحت المديرة التنفيذية لليونيسف أن النزاع أدى إلى فرض قيود على الوصول وانقطاع الاتصالات المستمر، وشددت على أن هناك حوالي 12 ألف طفل بعضهم من دون آباء أو أقارب من بين أولئك الذين يحتمون في المخيمات ومراكز التسجيل وهم معرضون للخطر.